مساكم الله بالخير، معكم فواز فرحان. شكرا لقناة صوت الأمة على هذه المقابلة. طبعا اعتقد اني ما راح اضيف يعني شغلات زيادة على اللي انقال قبل هالمقابلة القصيرة، بس اعتقد ان وجودنا اليوم في ساحة العدل مرة اخرى هو اثبات على ان الشعب لا يزال حي، لا يزال واعي، يستنكر الاعتقالات بحق الشباب اللي كانوا يمارسون أبسط حق من حقوقهم، حق إنساني ومكفول دستوريا هو حق الاعتصام، وأيضا حق إقامة المسيرات والتظاهر بغض النظر عن القانون الجائر الموجود. وكلنا رأينا الفيديوهات كيف تم اعتقال بعض الشباب عن طريق الخطف وعن طريق التقصد يعني. فإحنا هني لتسجيل موقف نعترض ضد السلطة وضد التعسف وضد انتهاك حقوق الإنسان، ومع حقنا في التعبير عن رأينا. طبعا المسيرات هذه اللي صارت أو المظاهرات أو الاعتصامات ما جت من فراغ، هي اعتصامات وتحركات تراكمية كانت ممتدة على مدى ال3 سنوات الماضية ضد الفساد والإفساد الممارس من السلطة. الشعب هذا يعني صبور جدا وتحمل الكثير من انتهاكات السلطة على مدى 50 سنة، من تزوير سنة 67، الانقلاب الأول على الدستور سنة 76، الانقلاب الثاني على الدستور 86، توزيع الدوائر الانتخابية توزيع فئوي وطائفي في سنة 81، كارثة الغزو وما سبقها من دواوين الاثنين، المجلس الوطني سيء الذكر. بعد التحرير لم يعد بيد السلطة أنها تقوم بالنفس اللي كانت تمارسه على مدى ال40 سنة اللي سبقت أو 30 سنة اللي سبقت الغزو، فلجأت إلى أساليب أخرى طبعا، من أبرزها اللي شفنا تضخم الحسابات والتحويلات طبعا هذا تحركنا مستحق وراح نستمر فيه، وراح نذهب إلى أبعد مدى نستطيعه بما تكفله لنا الإنسانية وفي مظلة حقوق الإنسان والدستور، مع الشباب متضامنين معاهم وضد الأخبار اللي طلعت اليوم بوجود أوامر بالقبض أو استدعاء النواب للتعبير عن آرائهم بكل حرية. هذا هو المحك الرئيسي اللي انحطت عليه السلطة لما تكلم النواب بكامل الحرية في ظل الديمقراطية اللي يدعونها. لمدة دقائق، خلينا نقول مثلا مسلم براك تكلم لمدة 45 دقيقة بأبعد خط ديمقراطي على ما نقول، خلاص نسوا سالفة الديمقراطية ودولة المؤسسات وصار هذا انقلاب واللي هو الكلام اللي نسمعه دائما. على كل حال يعطيكم ألف عافية قناة صوت الأمة، وإلى مزيد من التقدم والازدهار لبلدنا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم نواف الخلاف من ساحة الأحرار، ساحة العدالة. وأحب أوجه رسالة إلى الشعب الكويتي والقوة الشبابية. إحنا الآن أمام قضية تهم مستقبل عيالنا وأبنائكم، ما هي مثل قضية أبنائنا، هنا عيالكم أنتم. لازم إحنا نبني لهم مستقبل باهر، لازم إحنا نبني لهم الحرية اللي تليق فيهم، لازم إحنا ما نتعرض لهذا التهجم اللي قاعد تمارس السلطة علينا. سواء إذا أنت أبديت رأيك تلقى نفسك معتقل، إذا أنت طرحت فكرة تلقى نفسك معتقل. أصبحت السلطة لا تبالي بهذا الشعب ولا تحترم هذا الشعب. فرسالة إلى جميع القوى الشبابية وإلى جميع الأحرار، أتمنى تواجدكم لنصرة هذا البلد ونصرة مستقبله. احنا لسنا قطيع أغنام، احنا شعب محترم، احنا أناس يجب أن تحترم. يا جماعة احنا ما خذيناها يعني، مو عبيد احنا عند أحد. فيجب علينا يا أخوة أن نكافح ونناضل حقوقنا المسلوبة. يا جماعة احنا شركاء بالحكم، فيجب علينا أن نقف وقفة رجل واحد. أدعوكم وأرجوكم مستقبل أبنائكم لا يضيع. لا تعتبرونها بهذه البساطة. الأمة بحاجة إلينا. يعني أنت تقعد الحين بالبيت، شنو مستفيد وأنت حقوقك قاعدة تنتهك يوميا
ولا أنت مبالي أنت لوين تبي توصل البلد. فأرجوكم يا أخوة، محتاجينكم يد وحدة، محتاجينكم الدفاع عن هذا البلد، محتاجينكم الدفاع عن حرياتنا إحنا، فأرجوكم أن تحضروا. شكرا.